رقعة الميدان لحظة دخول الطرفين معنا اليوم في حوار بين إخوان كارلوس غاريدو وموندير الكبير. من يتفوق على حساب من؟ هي الانتظارات، هي التطلعات، هي الأماني، هي الصور التي تلتقط لمتابعة أولى الصور وأولى ردود الفعل بعد دخول الفريقين لرقعة الميدان. إذن الرجاء الرياضي يستقبل جار فريق الوداد الرياضي في قمة الجولة 21 من الدوري الوطني الاحترافي، واحدة من أكثر المباريات متابعة على المستوى المحلي والقاري. شعبية الفريقين داخل وخارج المغرب لطالما جعلت من هذه القمة قمة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. والديربي يبدأ بالمدرجات كالعادة من جانب اليوم جمهور فريق الرجاء الرياضي. إذا بداية المدرجات بأجمل اللوحات، وفي ليلة سنفتقد فيها كثيرا لجمهور فريق الوداد الرياضي وإبداعات جمهور الوداد، وستكون أمر طبيعي الأنظار فيها على جمهور فريق الرجاء الرياضي. يقولون الإبداع لا وطن له، وإبداع المدرجات لا حدود له. وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. في ليلة هذه المباراة أردنا أن تكون هنا وهناك باللونين الأخضر والأحمر لتكتمل صورة الديربي جماهيريا، لكن الآن سينطلق الديربي بمعنى حضر. نبدأ تشكيل الفريقين معنا يا السادة والسيدات، والبداية من فريق الرجاء الرياضي بحكم الفريق المضيف. أنس سيتي على مستوى الحراسة رقم 1، 3 محمود بن تايك، 4 إسماعيل مقدم، 14 سكر الهفتي، 15 جمال حركة، 17 حمزة خابة، روتشي راول رقم 18، رقم 19 محمد سريدة، محمد مكعاسي رقم 23 عبد الصمد بدوي، 25 يسر بوسوق رقم 26. المدرب هو موندير الكبير، موندير الذي اختار في دكة المدرب كل من ساكر لبيب، محمد بولكسوت، مروان فاخر، تواجد برغيت، عبد الاله مذكور، ساكر الوردي، عبد الاله حفيدي، مروان الادودي، وكذلك سفيان بن جديده. طاقم تحكيم المباراه يقوده الاختصاصي في قياده لقياده ديربي رضوان جيد، سيساعده كل من لحسن اسكاو ومصطفى كركاد. ثلاثي التحكيم من عاصمه سوس. اذكر يساعد كل من زكريا برنسي وزكريا البوشاوي. إذن رضوان جيد في الصورة، حكم تخصص الديربي اليوم يقود الديربي رقم 12 كحكم ساحة، لقاءاته السابقة 11 لقاء على مستوى الديربي كحكم ساحة. فوز الرجاء مباريات، فوز الوداد في 3، والتعادل في نصف المباريات أي في 5 لقاءات. ثاني أجمل الصور الإبداعية من مدرجات المركب الرياضي محمد الخامس من جانب جمهور فريق الرجاء الرياضي. وتشكيل الوداد الرياضي اليوم: يوسف مطيع رقم 32، 5 يحيى جبران، 6 جلال الداودي، 10 أيمن الحسن، 14 يحيى عطية الله، 20 بولي جونيور، 22 أيوب العمرود، 23 هشام وسفيان، أمين فرحان رقم 25، سيف الدين بواري رقم 30، 35 أرسن كوكو. المدرب إخوان كارلوس غاريدو في دكة المدرب اليوم كل من طه مريد، اسماعيل مترجي، حسين من عياد، أمين أبو الفتح، زهير مترجي، رضا الجعدي، عبد الله حيمود، وتواجد كل من مؤيد اللافي وكذلك حمزة أيت علال. بعد التشكيل الرسمي والاحتياطي الفريقين معا لحظات قليلة سندخل أجوال مقابلة بين الطرفين في هذه الصور الجميلة التي تقدم من جانب عناصر الطرفين معا. هكذا هي الصور التي تليق بقيمة الديربي، بقيمة هؤلاء اللاعبين في ديربي يجرى في أجواء رمضانية نتمنى دائما بروح رياضية وبأجمل الرسائل التي تدعو للتسامح والتآخي واحترام الآخر ونبذ العنف وكل الدوائر السلبية والسيئة، لأنه في آخر مطاف مباراة في كرة القدم تجمع بين أبناء هذا الوطن بأسمى وقيم المواطنة التي تجمعنا
تحت راية حمراء وخضراء بشعار الله الوطن الملك. تنطلق المباراة لتنطلق مع التطلعات والأماني والانتظارات من جانب عشاق الفريقين معا، وأولى البناءات الهجومية ستكون من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي، متابعة من جانب يوسف المطيع. الدقائق الأولى دقائق تبقى مهمة جدا، كيف سيتم التعامل مع من جانب كرة الطرف. هل ندخل سريعا في أجواء القمة بفرص ولما لا بهدف من هذا الطرف أو ذاك كي نتابع مباراة أجمل مباراة تقدم المنتظر لا على مستوى الأداء ولا كذلك على مستوى النتيجة. من وسط الميدان لفائدة فريق الوداد الرياضي من جانب أرسن زولا كوكو لخط الوسط عبر يحيى جبران، يستلم أمين فرحان العائد لتشكيل فريق الوداد الرياضي. كانت عنده إصابة في اليوم السعيد الوداد الرياضي خدمات أمين فرحان في الوقت الذي يغيب فيه الحارس موندير الكبير في مواجهة الإسباني خوان كارلوس غاريدو. الرجلان يعرفان معا الديربي وقيمة الفوز في الديربي. موندير الكبير الذي خسر الآن الفوز في ديربي الذهاب يريد التعويض اليوم في ديربي الإياب وتحقيق أول فوز له في ديربي رفقة فريق الرجاء مقابل خوان كارلوس غاريدو، الرجل الذي تذوق طعم الانتصار في الديربي، لكن كان ذلك كمدرب لفريق الرجاء الرياضي. هذا المرة يريد الفوز لكن كمدرب لفريق الوداد الرياضي. غاريدو لعب 3 مرات ديربي، فاز في 1، تعادل في 1 وخسر 1. ركلة ركنية تلعب من جانب الأسر فريق الوداد الرياضي، والتنفيذ من طرف جلال الداودي. جلال ستنفذ عبر القائم الأول تحت الراسية، إبعاد من جانب الأسر فريق الرجاء الرياضي. محاولة افتكاك الكرة أيمن الحسوني، أيمن يتحسر على مخالف يشير الحكم رضوان جيد لفائدة نصر فريق الوداد الرياضي. مباراة الثنائيات صراع كروي كالعادة في لقاء ديربي على كافة الجوانب، نمرا يستثمر إيجابيا بأداء والصورة طيبة تليق بقيمة ديربي كازابلانكا. رضوان جيد في الصورة، من الاسماء التي انفردت او الاسم الذي انفرد باكبر عدد على باكبر عدد مستوى اللقاءات التي قادها في الديربي في تاريخ البطوله الوطنيه. رقم مهم جدا للحكم المغربي الدولي. نتابع تنفيذ المخالفات الاماميه، التغطيه من جانب ناصر فريق الرجاء الرياضي. تصل هناك عبر الاطراف من الاشياء اليمنى، بحث عن التمرير من عبد الصمد بدوي، طويله تغطيه دفاعيه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. 10 دقائق على انطلاقه المباراه، افضل نسبيا يبقى الوداد هو المبادر هجوميا، بحث من خلال فرصتين اكتست طبعا الخطوره، وجدت الحارس السنيتي وجرب بينهما فريق الرجاء الرياضي لكن بدون شيء يذكر الى حدود اللحظه. رمية تباس تنفذ الانطلاقه من الواقع الايمن لفائده من عبد الصمد بدوي، دعت على بدوي، تمشي من جانب من عبر الاشياء اليسرى لعناصر فريق الوداد الرياضي. سيف الدين بوهره، سيف الدين بوهره، والعوده السريعه من جانب عناصر فريق الرجاء الرياضي. قاسم مشترك هذا الموسم، تألق على المستوى دوري الابطال. الرجاء الرياضي والوداد صدارة كل مجموعة. الرجاء الذي حقق الانتصار في 5 نقاط مقابل تعادل وحيد في مجموعة تصدر فيها الفريق الأخضر على حساب سيمبا التنزاني حورية كوناكري وفايبرز الأوغندي. في المقابل الوداد على حساب جميل التقبيل بيترو أتليتيكو وفيتا كلوب الكونغولي. كرة ليانيس زنيت تمرر من جبال حركاس، محمد المكاس عبر خط الوسط يمرر الكرة للجهة اليمنى لفائدة عناصر فريق الرجاء الرياضي. دائما انطلاقة من جانب حمزة خابة، يوصل الكرة لساكن الأنطي، ساكن العرضية عبر القائم الثاني، يسري بوسوق في الكنترول، ينتظر دم المساندة، ملعوبة من جانب محمود بن تيك.
التغطية والابعاد من طرف دفاع فريق الوداد الرياضي. حكم يمنح مخالفة لفائدة أيمن الحسوني. تدخل من روجير أولو، منح المدرب الراحة في المباراة الأخيرة في دوري الأبطال اليوم يستعيد خدماته من خلال مباراة ديربي. تنفذ من جانب الوداد أرسن سولا كوكو من يحيى جبران لأمين فرحان، بين هجومي من جانب فريق الوداد الرياضي مع دفاع متقدم لفريق الرجاليات. أمين فرحان عبر خط الوسط يعيد الكرة لأرسن سولا. يتريث الوداد الرياضي في عملية البناء الهجومي، يختار التمرير الطويل فاتي جمال في اتجاه هشام بوسفيان، سباق للكرة والحارس انس سنيت. يتمكن من حارس الرجاء بشكل موفق امام المجتهد هشام بوسفيان. تعليمات موندير الكبير يطلب من عناصر الرجاء هذا التقدم والضغط في مناطق فريق الوداد الرياضي. لاحظ بانه المبادر على مستوى الاستحواذ والضغط الودادي الى حدود اللحظه. من وسط الميدان العوده ليمين فرحان ليوسف المطيع، يوسف المطيع لأرسن سولا كوكو. يسارية طويلة أمامية في اتجاه بولي سامبو جونيور الذي يقود المنظومة الهجومية لفريق الوداد الرياضي. هداف الدوري الوطني الاحترافي يقود المهمة اليوم على مستوى خط هجوم فريق الوداد. حصيلة 9 أهداف بالنسبة لبولي سامبو السنغالي في صدارة ترتيب أهداف الدوري الاحترافي إلى جانب حمزة النوري مهاجم فريق الفتح الرياضي. والقاسم المشترك بين هذين اللاعبين ركلة ترجيح، ضربة جزاء واحدة لكل طرف. ضيع بولي سامبو وضيع حمزة النوري، وبذلك أرقام متشابهة بين بولي سامبو السنغالي وبين حمزة النوري مهاجم فريق الفتح الرياضي. عبر خط الوسط طويلة بينية تتجاوز منظومة الوداد في وسط الميدان وتذهب مباشرة لعناصر الرجاء عبر الدفاع للحارس انس سنيت. جلال الدولي في الاستلام من وسط الميدان، يفتح اللاعب على المقص، استلام من جانب هشام بوسفيان. هشام يختار العرضية، فرصة ودادية وتغطية من جانب عناصر فريق الرجاليات. كرة على المقص، الوداد يواصل الضغط، يواصل البحث عن الفرصة التي بإمكانها أن تقود نحو مرمى الحارس انس سنيت. التغطية من يسري بوسوق، حوار بينه وبين هشام بوسفيان. بوسفيان ليحيى جبران، جبران بوسفيان، يظهر محمد سريدة في التغطية الدفاعية، لكن هنا السمات، هنا الضغط، هنا المخالف الحكم لإجادة عناصر فريق الرجاء. سلبت جربت كوش إصابة مؤثرة. نتابع إعادة اللقطة. أصيب على إثر لاعب فريق الوداد الرياضي الجناح هشام بوسفيان. موندير الكبير خوان كارلوس كاريدو من يتفوق على حساب من في مباراة تكتسي أهمية كبيرة للمدربين ولكل مدربات الفريقين. في تنفيذ المخالفة، تنفذ طويلة أمامية عبر الميدان الإسرائيلي. مارس يعيد الكرة الخلف لإسماعيل مقدم. تهاجم الحركس من اللاجئة اليمنى، بناء هجوم لفريق الرجاليات، لكن واضح تردح لأنه الملاحظ كلما أراد الرجاء أن يبني هجماته إلا ويتابع منه عناصر الوداد تركز بشكل كبير من أجل ملء وسط الميدان وكسب معركة خط الوسط نجح فيها فريق الوداد الرياضي لحدود الله. عبر الوسط روجير أولو، اسماعيل مقدم من اسماعيل لمحمود بن تايك عبر الطرف الايسر، التمريره الاماميه ليسرى بوسوق والتغطيه من جانب الدائره الايمن ايوب العمرود. متابعه من ابي فرحان
لزريدة يد ريمن الحسوني تغادر نحو التماس لإفادة فريق الرجاء الرياضي. ينفذ التماس وتدرى التقديم الجديد عبر الظهير الأيمن أيوب العمرود. تجاوزنا ربع ساعة من اللعب تقريبا الآن على مشارف الدقيقة 17. لا زالت متعادلة 0-0. لا زالت القراءات تتواصل والإرشادات والتعليمات من جانب المدربين. تمس من أيوب العمرود تلعب طويلة أمامية فتشي من الحسوني. يسري بوسوق كرة لمحمود بن تايك يضطر يرجع على الخلف لإفادة وسط جمال حركس. وصلت لروجير أولو من وسط الميدان. تقدم من طرف لاعب فريق الرجاء الرياضي. يختار تمرير في اتجاه يسري. طلعت الكرة عن يسري تتحول رمية جانبية لإفادة فريق الوداد الرياضي. بسرعة تفيد من أيوب العمرود. أمين فرحان. أمين يختار المراوغة. أمين لإفادة يوسف المطيع. مطيع تمريرة طويلة عبر من وسط الميدان. الكنترول هناك من جانب عبد الصمد. من طرف بفرحان. صعود الاختصاصي جمال حكاس. ينفذ بهذا الشكل عبر الطرف الايمن والعرضيه. كره رجاويه محاوله للتسديد لخابه يخسر الارضيه. كره خارج الملعب بعد عمليه الاشياء اليوم. فتش امان التغطيه من جانب دفاع فريق الوداد الرياضي. حكم يشير وشوط التسلل في اللقطة. بذلك إذا يمنح الكرة لعناصر فريق الوداد الرياضي. سلبت إن شاء الله لاعب الوداد مصاب سيف الدين بورا. عبد الصمد بدوي يطمئن على سلامة قرار الحكم وقبل اللقطة التي تدخل على إثرها لاعب فريق الرجاء الرياضي. يوسف المطيع تلعب طويلة أمامية بالراس من طرف اسماعيل مقدم في التغطية الدفاعية عبر خط الوسط. استلام من جانب مرمى جانب من الحسوني للرواق الايسر بتواجد يحيى طيط الله وتواجد الجناح سيف الدين بورا. استعادة الكرة من طرف راس الفريق الرجاء الرياضي لكن في مناطقهم يريد الرجاء إخراج الكرة. حكم يقول ليس هناك خطأ ولا تسديدة بعيد. كرة سيف الدين بورا جرب التسديد من خارج منطقة الجزاء. محمد المكعاسي التنبيه من حكم رضوان جيد. خطأ على مستوى التمرير بسريدة فرصة والمتابعة من انس سيتي. انطلاقا من الجهة اليمنى من هشام ابو سفيان. حاول هشام ابو سفيان يستثمر ذلك بعد انطلاقه كانت عبر الجهه اليمنى من طرف هشام ابو سفيان. اختار التسديد المباشر رد مباغته انس سيتي وسريتي. الكره تمر بسلام على مرمى فريق الرجاء الرياضي. زدنا ننتظر اداء افضل ريتم افضل. نامل تسجيل هدف من هذا الطرف او ذاك كي تكون المباراه ممتعه اكثر لانه الهدف سيجعل المباراه يعني تشهد فرص واهداف اخرى ان شاء الله. في وسط الميدان تلعب الرجاويه مشات لي الساكنه الهبطي طويله بينيه لحمزه خابه. خابه توغل منطقه الجزاء. خابه العرضيه في اتجاه بعيده بعيد. كره حمزه خابه تغادر. الحكم يقول هناك تماس بالفعل لفائده فريق الوداد الرياضي. التنفيذ من ايوب العمرود.
راسية هشام أبو سفيان لبوليس سامبو جونيور. حكم يمنح على كرة لعناصر فريق الرجاء الرياضي. ينخفض رتم المباراة في أمل أن يرتفع. تنفيذ التماس من طرف محمود بن تيك. طويلة الكرة، إبعاد أيمن الحسوني. تمريرة جلال الداودي عبر الأطراف، هذه المرة من جانب يحيى عاطية الافتكاك ثم العرضية، فرصة راسية. اكتسب طبع الخطورة للرجاء والإبعاد كان شميل من يسار مطيع. يضغط الرجاء الرياضي في هذه اللحظات وكرة تضيع على ساكن العرضي. أبرز فرصة لفريق الرجاء جاءت في حدود الدقيقة 31 براسية بديعة من طرف حمزة خبا. وجدت الحارس يوسف المطيع، بعد كان موفق وجميل من طرف حارس مرمى فريق الوداد الرياضي. هنا الارتقال الكرة بهذا الشكل على ذلك حكم منح مخالفة. عرضية ساكن العرضي وراسية حمزة خبا هي الأخطر ولا برص لفريق الرجاء الرياضي في ظل تدخل جميل وبديع من طرف الحارس يوسف المطيع. تعذر المخالفة من جديد، هذا المرة لفريق الرجاء من يسري بوسوق. راسية يحيى الجبران أمامية تدخل من أرسن سورا كوكو. أيمن الحسوني مخالفة يحتسب الحكم لفائدة فريق الرجاء الرياضي. إذا في انتظار عملية تنفيذ المخالفة في حدود دقيقة 32. تنفذ من محمد المكعاسي، طويلة أمامية بالراس، محاولة إبعاد الكرة ويظهر الحارس يوسف المطيع. تدخلات موفقة إلى حدود اللحظة. هنا يصاب لاعب فريق الرجاء، الحكم يطلب استئناف لاعب. وداد يبحث عن الصدارة، ترسم من الجيش الملكي ولو بشكل مؤقت. الرجاء من أجل تقليص الفارق، من أجل التقدم بعد ما عانى نزيف النقاط على مستوى اللقاءات الأخيرة. آخر السقوط بأكادير أمام فريق حسنية أكادير. إسماعيل مقدم، أناس سنيت، جمال حركاس. جمال حركاس يعيد مرة أخرى لإسماعيل مقدم. تقدم من إسماعيل مقدم، بلا هجوم رجاء يقود إسماعيل مقدم عبر الأطراف. استلام من طرف محمود بن تايك لحمزة خبا. نقلات قصيرة من جانب راس الفريق الرجاء الرياضي، وكرة ضيعة تعود لفريق الوداد عبر الحارس يوسف المطيع. إبعاد من المطيع، تدخل مع محمود، تدخل عبد الصمد بدوي. هنا العرضية، محاولة راسية، ركلة جزاء يقول الحكم رضوان جاد فادت فريق الرجاء الرياضي. ركلة جزاء في حدود الدقيقة 37. يمنح الحكم ركلة جزاء بعد تدخل أمين فرحان. لفت تدخل أمين فرحان، وإن صح التعبير تهور أمين فرحان. الكرة لإبعاد كان باليد من جانب أمين فرحان. على إثر ذلك الحكم يمنح ركلة جزاء لفائدة فريق الرجاء الرياضي على مشارف الآن الدقيقة 37 يا السادة والسيدات. انذار على أمين فرحان بعد يحيى الجبران. تضرب بطاقة صفراء هذه المرة في وجه أمين فرحان. من سيتولى التنفيذ سيكون ويسري بوسوق. يسري بوسوق حصيلة هدفين، منها واحدة من نقطة الجزاء. هل يسجل هدف الثالث نقطة الرجاء وسيكون الثاني من نقطة الجزاء، أم هذه المرة ستضيع في ظل تواجد الحارس يوسف المطيع في انتظار ردة الفعل من جانب حارس مرمى فريق الوداد الرياضي. حوار بين يسري بوسوق وبين يوسف المطيع، من يتفوق على حساب من؟ وفرصة ذهبية في حدود دقيقة 38 لفريق الرجاء الرياضي من خلال ركلة الجزاء التي أعلن عن الحكم رضوان جيد بعد تدخل أمين فرحان.
يستعد إذا يسري بوسوق، خذ وقته الكافي. أمر طبعا على مستوى عملية عاشق وسفير تبقى واحدة من الأمور المهمة كل ما تعلق الأمر في عملية تنفيذ ركلات الجزاء. إذا يسري بوسوق في عملية التنفيذ ركلة الجزاء لفائدة الرجاء. يسري بوسوق يسدد جول 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 جول. وأول الجول من جانب الرجاء هذا من طرف يسري بوسوق من نقطة الجزاء. هدف في حدود دقيقة 39 لا تتفاعل من جانب كل مكونات فريق الرجاء الرياضي من منذر الكبير ومن طرف جماهير فريق الرجاء كي ساعدها بهذا الهدف الذي ياتي في اخر دقائق الجوله الاولى من نقطه الجزاء والتنفيذ من جانب يسري بوسوق الذي يسجل ثاني ركله الجزاء لهذا الموسم رفقه الرجاء الرياضي ويرفع حصيلته التهديفيه لثلاث اهداف. تتغير اذا نتيجه الدرب بهدف دون مقابل. ستمنح او قد تمنح لنا مباراه اخرى بين رغبه الوداد الرياضي لتعديل النتيجه ولمن البحث من اجل العوده وبين رغبه الرجاويين من اجل استثمار هذا الهدف والبحث عن مكاسب اخرى سواء فيما تبقى من الجوله الاولى ولا كذلك في انتظار الجوله الثانيه الحاسمه. عن كيف ستكون ردة الفعل من طرف خوان كارلوس غاريدو. يرفع من همم اللاعبين، يطلب من عناصره ان تواصل الضغط والبحث دائما عبر وسط الميدان من جبران. تلعب من خط الوسط تسدد ومتابعه من الحارس زنيت. جرب التسديد من بعيد من فرحان بالسرعه من انس سنيتي. يظهر ارسن سولا في عمليه الارتقاء وقطع الكره في التايمينج المناسب. تظهر بعض الكرات الهوائيه تارة في مناطق الوداد وتارة في مناطق فريق الرجاء الرياضي لكن بدون خطورة. أيمن الحسوني بينية انطلاقا من بوليسامبو جونيور 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 سدد جونيور لكن في وضعية تسلل. الحكم منح مبدأ إتاحة الفرصة. انتهت الفرصة انتهت المحاولة الوداد ثم بعد ذلك رفع الرأي الحكم المساعد. إذن التسلل على فريق الوداد الرياضي. هذه المناصرة المحبة تتفاعل. ضغط المباراة أمر طبيعي. مباراة مهمة من أجل الصدارة، مباراة مهمة من أجل تأكيد التفوق بعد الفوز الأخير. مباراة فريق الذهاب هنا الخطورة قد تظهر بعدما فقد التوازن أيوب العمرود. فيديل خسارة ديربي الذهاب بهدفين مقابل واحد وقبل كذلك في لكي الموسم الماضي. الوداد يريد الثالثة والرجاء يريد أن يوقف هذه السلسلة من خلال انتصار يستعد من خلاله نغمة الفوز في الديربي. 3 دقائق كوقت محدد ضائع أيها السادة والسيدات. تنفذ من محمود بن تيكا. تماس يلعب بشكل طويل في اتجاه جبران في التغطية. عادت رجاوية خاب بدون خطأ. يشير حكم المباراة يطلب مواصلة اللعب. يدخل من يدخل جبل حركس. يظهر يحيى عطية الله. زولا جلال الداودي جلال يوسف المطيع عبر المير لأرسن زولا. محاولة إخراج من مناطق فريق الوداد الرياضي لكن فقط لعناصر الرجاء الرياضي. تمرر لخابة تقدم الخابة فرصة رجاوية وتغطية من طرف عناصر فريق الوداد بإبعاد كالموفق من جانب يحيى عطية الله. يتحصل على إثر فريق الرجاء الرياضي على تماس يحتسب من الأشياء اليمنى للرجاء. إصابة لاعب الرجاء الرياضي سكر الأبطي. عناصر الرجاء تستهدف اللاعب من الطرف الأيمن حيث يتواجد دائما عبد الصمد بدوي العرضية. فرصة رجاوية وتغطية من جانب فريق الوداد الرياضي. يعتمد على الهجمة المرتدة السريعة. يقود أيمن الحسوري بوسط الميدان. زيادة عددية قد تظهر لفريق الوداد الرياضي. تقدم عبر الأطراف سيف الدين بوهرة في محاولة التفوق على روجير هولو وروجير في عملية التغطية
الدفاعية والحكم يمنح تماس، نتأكد من ذلك بعد الإسعافات التي ستقدم من جانب الطاقم الطبي. مخالفات تحتسب للوداد وردود الفعل واضحة. تلعب بمقوسة، فرصة خطيرة، جول 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 جول. التعادل يظهر من خلال المدافع السنسولا على غفلة من دفاع وحارس مرمى فريق الرجاء. هذه كرة ثابتة مباغتة من جانب الوداد يعدل النتيجة في آخر انفاس المقابلة. الوداد يسجل التعادل. فرحة جميلة، فرحة هستيرية من طرف جماهير فريق الوداد الرياضي بعدما كانت الفرحة قبل من طرف جماهير فريق الرجاء الرياضي. أخطاء تظهر من جديد على مستوى المنظومة الدفاعية لفريق الرجاء الرياضي. عملية الإبعاد لم تكن موفقة، تباغت الدفاع وتباغت الحارس الزيت. لاحظوا كرة ترتطم بالأرض الملعب هنا، والمتابعة من جانب الفعل، المتابعة من طرف أرسن سول. بالرغم من الحراسة اللصيقة، لاحظوا أرسن سول تدور على جمال حركاس وبغت أنس الزيتي. الوداد تعادل النتيجة بعد ما نفذت الكرة من طرف جلال الداودي. استثمارا من جانب المدافع السنسولا يمنح الهدف، هدف التعادل في آخر انفاس الجولة الأولى. محاولة لفريق الرجاء الرياضي والتدخل. جولة 21 من الدوري الوطني الاحترافي، منافسة قوية ومشتعلة حول من يقود إطار البطولة. وقلت ولو حتى يكون الأمر بشكل مؤقت مادام فرق النقاط ليس بالكبير بين الجيش والوداد، وكذلك ما ستفرز نتائج الفرق المطاردة لفتح الرجاء وحتى الأولمبيك في بقية أندية المطاردة. لحظات قليلة ونعيش تفاصيل الجولة الثانية. الكل ينتظر ما سيقدم في هذا الشوط الثاني. انتظار كذلك التغييرات التي ستظهر في جولة ثانية. كل مدرب عنده مجموعة من الخيارات، مجموعة من الأسماء، مجموعة من الأوراق سيلعب بها في الشوط الثاني. حوار بين خوان كارلوس غاريدو ومونتير الكبير، أو مونتير الكبير وخوان كارلوس غاريدو. إذا الجولة الثانية ستنطلق في هذه اللحظات بصافرة الحكم رضوان جيد، وضربة البداية من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. تنطلق الجولة الثانية لتنطلق مع التطلعات الأمامي على الانتظارات من جانب عشاق الكبيرين. من وسط الوداد جلال الداوي، يحيى جبران، أول بناء هجومي لفريق الوداد الرياضي. معنويا تسجيل هدف التعادل في آخر أنفاس الجولة الأولى مهم جدا للكتيبة الحمراء. كيف ستكون ردة الفعل على تردارك في الجولة الثانية من جانب الكتيبة الخضراء فريق الرجاء الرياضي. تنفذ من الطرف الأيسر، تماس يظهر اسماعيل مقدم في عملية الإبعاد. تسريدة خبا للمكعاسي، يختار البينية طويلة أمامية وتمدية من جانب سولا. يضغط من الرجاء الرياضي، فرصة خطيرة. يسري بوسوق ماذا فعل؟ راوغ يمينا وشمالا، راوغ الأول والثاني والثالث وبحث عن التسديد، فعل كل شيء سوى التسديد في اتجاه مرمى الحارس يوسف مطيع. أبرز أخطر فرصة لفريق الرجاء الرياضي مع بداية الجولة الثانية من خلال هذا الفاصل المهاري للمبدع الفنان يسري بوسوق. الرجاء يطالب بخطاب ركلة جزاء، الحكم سيتأكد. مشار مع غرفة الفرد، ركلة المراوغة، روغ الأول والثاني. ارتدت الكرة ثم ذهبت مباشرة لفائدة الحارس يوسف المطيع. أظن ليس هناك شيء يذكر في اللقطة الأخيرة، عادية نظن عادي بالفعل، عادي. إذن اللقطة تابعوا إعادة هذه اللقطة مباشرة للإبعاد من جانب يحيى عطية الله. أول تهديد صريح مباشر عبر يسري بوسوق. ردة فعل الوداد الرياضي كيف ستكون من الجهة اليسرى؟ يحيى عطية الله، أيمن الحسوني، وسط الميدان التقدم من جانب جلال الداودي.
جلس الصراع بينه وبين الزريده والحكم يمنح مخالفه لفائده فريق الوداد الرياض. في ظل المخالفه سيكون من طرف جلال الداودي الى جانبه يحيى جبران. شارك في التنفيذ اذن يمرر لسيف الدين بوهرة. ايمن الحسوني وسط الميدان ارسل سولا تمرر هناك اليمين فرحان طويله من يمين وانطلاقه ايوب العملود، لكن طارت الكره على ايوب العملود تتحول ركله مرمى لفائده فريق الرجاء الرياض. من يصل مبكرا للشباك في دقائق الجوله الثانيه سيكون الاقرب، اقول سيكون الاقرب لتحقيق الهم في هذا الديربي وهو نتيجه الانتصار. تماس ينفذ من ايوب العملود. ايوب عبر الطرف الايمن لهشام بوسفيان. مخالفه يحتسب الحكم لفائده عناصر فريق الرجاء الرياض لفائده يسري بوسوق صاحب الفرصه الخطيره والابرز الاخطر والابرز في هذه الجوله الثانيه. والتدخل كان من طرف هشام بوسفيان. التنفيذ من انس سنيت. طويله من انس في اتجاه حمزه خبا للمكاسي. تقدم من وسط الميدان تصل لفائده زكريا الابطي. زكريا يختار التمرير، مكاسي كره بينيه وتغطيه من ارسن سولا يقدم اوراق اعتماد المدافع على وسط لفريق الوداد الرياض. سجل هدف التعادل في اللحظات الاخيره جوله اولى وكانت عنده مجموعه من التدخلات الموفقه. الرجاء والوداد كل مدرب يعد العده لتقديم بعض الاضافات على مستوى التشكيل في الشوط الثاني من خلال بعض التغييرات التي ستظهر تارة هنا وتارة هناك. ويلا كرة بيبية عبر خط الوسط اماميه لحمزه خابه في اتجاه تقدم والتغطيه من طرف المايسترو يحيى جبران في اتجاه يسري بوسوق بعيد عن يسري بوسوق نحو التماس تحتسب ويحتسب لفائده فريق الوداد الرياض. تنفيذ التماس من ايوب العملود. إذا خروج زكريا الهبطي تغيير بسبب الإصابة التي يعاني منها زكريا الهبطي، تغيير اضطراري ويدخل مكانه محمد بوركسود. مركز بمركز، خروج جناح ودخول جناح محمد بوركسود، وإن كانت عنده أدوار مزدوجة على المستوى الدفاعي وكذلك الهجومي. هنا تمرر كرة الجهة اليسرى عبر من جانب زيدة. رجوية تعود لفريق الوداد الرياض. إبعاد من يحيى جبران تغادر نحو التماس لفائدة فريق الرجاء الرياض. الوداد إلى حدود اللحظة بدون ردة الفعل، وخوان كارلوس كاريدو يقوم بتوجيه اللاعبين على مستوى خط الهجوم بإدخال مؤيد اللافي وبإدخال زهير المترج. وصلت عبر الطرف الايسر رجويه من جانب بوركسوت. العرضيه هنا الفرصه في الخطوره. جول 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 وي جول. لحظات قليله بعد دخول محمد بوركسوت هدف براسيه باغت دفاع وحارس مرمى الوداد الرياضي
التايمينج المناسب من جانب بولكسوت على مستوى الانطلاقه بالراسيه، والتغيير مناسبا من جانب موندر الكبير. رمى بورقه هذا الذي استطاع ان يسجل الهدف الثاني امام اندور دفاع وحارس مرمى فريق الوداد الرياضي. تتغير النتيجه هدفين مقابل واحد. لاحظوا الكره العرضيه ارتدت بعدما تدخل مدافع السنسوله، ارتدت الكره امام بولكسوت يخطفها بالراس ويسجل الهدف. كان الى جانب ايوب العمرود. نتابع هنا كيفيه التدخل من السنسوله بعد كره وبعد تمريره وبناء هجومي قاده محمد اسريده من وسط الميدان. اسريده تدخل السنسوله، ارتدت الكره، ضرب بولكسوت امام ايوب العمرود وسجل هدف الثاني لفريق الرجاء الرياضي. تتغير النتيجه تصبح هدفين مقابل واحد، وشوى احتفاليه كبيره من جانب جمهور الرجاء الرياضي بعد هذا الهدف الثاني في هذا الجوله الثانيه. إذن الرجاء الرياضي بعدما ضغط الكره الاولى ثم جاءت الثانيه، الثالثه كانت ثابته لفريق الرجاء الرياضي. كان افضل هذا الشوط الثالث في هذا الغياب من طرف فريق الوداد الرياضي. كره من الوسط يحيى جبران، الان الوداد سيلعب اوراقه في ما تبقى من دقائق الجوله الثالثه. يقوم بتغيير رفعت السمات بدوي لفائده يوسف المطيع. اذا يستعد دخول رضا الجعدي. تغيير في صفوف فريق الوداد الرياضي بعد لحظات. هنا المحاوله فرصه، هنا التقدم من الخطوره. سوير خطيره، وسوير المترجي كان يفعل سدد الكره لكن كانت ساحفه ارضيه فاتجاه الحارس ناس زنيت. سوير المترجي الذي يخوض الدربي رقم 10 يعتبر حاليا اكثر لاعب ودادي تسجيلا في الدربي بحصيله 4 أهداف. تغيير في صفوف فريق الوداد الرياضي، او تغييرين دفعه واحده. دخول الجعدي، يظهر الجعدي، يظهر كذلك حسين من عياد. خروج ايوب العملود، وعقاب لايوب العملود لانه الهدف الثاني بولكسوت اقول بانه فاجئ ايوب العملود على مستوى التغطيه الدفاعيه وتمكن من تسجيل الهدف. دخول رضا الجعدي للادوار الهجوميه على خلاف ما كان ربما من طرف جلال الداودي كلاعب ارتكاز. من جبران، ارسن زورا، امين فرحان، طويله من امين عبر اللجيه اليمنى بن عياده، محاوله تقدم من عياده ماذا هناك. حكمي يشير بتسلل اظن، يقول تسلل على الحسين من عياده. مراقبه لصيقه من طرف بولكسوت للحسين من عياد. هذه لقطه التمرير ويرفع الرايه الحكم المساعد حمزه خابه. الرجاء يريد الثالثه من اجل ان يخطو خطوه كبيره نحو الفوز بنقاط الثلاث. الوداد الان في الدرجه الوضعيه يريد الخروج باقل الاضرار وهي نتيجه تعادل. عبد الله حيمود هو مريد حارس مرمى فريق الوداد الرياضي. يتفاعلان مريد وعبد الله حيمود كما أشير الان بالنسبه لكل طاقم فريق الوداد الرياضي عبر وسط الميدان. من الاشياء اليوم ايمن الحسوري، ايمن ليحيى جبران، زهير مترجي، رضا الجعدي، رضا يختار التمرير حتى عن الكرات الطويله لويفا اتجاه بوليسامبو جونيور. فطن لذلك الرجاء، فطن لذلك الرجاء. وردة الفعل من جانب الحارس الاحتياطي لفريق الرجاء الرياضي. اسماء اللي تتفاعل الان تعيش اجواء المباراة في لحظاتها الاخيره سواء بالنسبه للوداد وكذلك بالنسبه لفريق الرجاء الرياضي.
تمشي من الطرف الايسر، تمريره خاطئه مقطوعه وداديه تعود، والوداد يستعد للقيام بتغيير في هذه اللحظات باشراك ورقه حميده حداد. قبل كان سبق حمل قميص فريق الرجاء ولعب امام فريق الوداد الرياضي وسجل بقميص الرجاء من الوداد، واليوم يريد ذلك بقميص فريق الوداد الرياضي. يحيى عطية الله يغادر في هذه اللحظات ودخول حميد حداد. وقت محدد بدل ضاع، وقت كافي لتغيير اشياء كثيره في هذا المرات. الوداد سيبحث لاستغلال ذلك من اجل البحث عن التعادل والرجاء للبحث عن مكسب اخر فيما تبقى من دقائق المرات. يسري بوسوق، يسري مرفوعه لبولكسوت، هناك بولكسوت ثم ترتد الكره عبد الله الحفيظي، حفيظي لبولكسوت، انطلاقه من الاشياء اليسرى، فرصه لفائده فريق الرجاء الرياضي لبولكسوت للحفيظي، حفيظي عبر من تمريره اماميه وتغطيه دفاعيه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي. من وسط الميدان رضا شادي، رضا يحيى جبران، تغادر تمس لفائدة الرجاء، يحفز عناصر خوان كارلوس غاريتو. إذا تنفيذ التماس سيكون من اللاجئة اليمنى من عبد الصمد بدوي لأناس زنيتي، طويلة الكرة كنترول كان من وسط الميدان من يحيى جبران، أمامية الكرة لفائدة الفريق الأحمر، والتغيير سيكون بإدخال ورقة مروان دودي. إذن سيغادر مهاجم ويسري بوزوق، وسيدخل مكانه مدافع هو مروان دودي. يقوم بالزيادة العددية، يريد أنه يقوم بغلق المنافذ بزيادة عددية دفاعية أمام فريق الوداد بإضافة مدافع خامس هو مروان دودي. كرة ملعوبة أمامية، فرصة تسديدة جميلة، جميلة التسديدة فوق مرمى إناس الزيتي، مبادرة من جانب أمين فرحان. يغادر إذن يسري بوسوق مسجل الهدف الأول للرجاء من نقطة الجزاء في الشوط الأول. إذا الرجاء سيلعب بثلاث أسماء في محور الدفاع له، بخمسة أسماء في منظومة الدفاع من أجل المحافظة على نتيجة التقدم. نصل للدقيقة الثالثة من الوقت محدد بدل ضاع. كرة من يحيى جبران، أيمن الحاسوري، زهير المتمد المكاس، في لحظة تدخل الحكم على مستوى اللقطة مباشرة بعد ذلك إشارة بوجود المخالفة مع بطاقة صفراء لمحمد مكاس. بن عيادة إلى جانب الاختصاص المترجي، بن عيادة والمترجي من يسدد. بن عيادة تنفذ فرصة مرت أمام أظن بولي سامبو جونيور، بالفعل أمام بولي سامبو جونيور. حكم يمنح ركلة ركنية، يحتاج لاعب الرجاء اسماعيل مقدم، على ذلك الحكم يوجه بطاقة صفراء لاسماعيل مقدم، بطاقة صفراء لاسماعيل مقدم. ركلة ركنية ودادية ملعوبة مقوسة عبر القائم الثاني، إبعاد من جانب الحارس الساسنيتي، تدخل من الحفيظي، هجمة مرتدة سريعة لفائدة فريق الرجاء الرياضي. فرصة الثالث للرجاء يفعل في آخر فاس المباراة، الثالث رائع مطيع ينقذ الوداد من هدف ثالث بعد انطلاقة كانت من جانب محمد بولكسوت. الرجاء يضيع فرصة تسجيل هدف الثالث وقتل المباراة بهدف الثالث
هل سيعاقب الوداد سننتظر ما ستفرز الأحداث المتبقية. ملعوبة كرة أمامية طويلة، فرصة ودادية تغادر ركلة مرمى لفائدة فريق الرجاء. إذا المباراة تسير نحو النهاية. ديربي كاسابلانكا الكلاكيت رقم 34 إلى حدود اللحظة بألوان خضراء لفائدة فريق الرجاء الذي أبرز فرصة. كاد بولكسوت عبر هجمة مرتدة سريعة البداية في الشوط الثاني، كان متحركا، خاب في عملية الاستلام من وسط الميدان دائما للرجاء. طويلة كرة أمامية، تغطية متابعة من طرف مكعاسي، استلام ودوران من جانب مكعاسي. الحكم يقول خطأ على محمد المكعاس. تنفذ لفائدة فريق الوداد رياض من وسط الميدان. جبران، أيمن الحاسوني، أيمن مراوغ، أيمن آخر فرصة للوداد في هذه المباراة. زهير مترشي، زهير يا زهير، طلق زهير، زهير خطيرة. ركلة جزاء لفائدة فريق الوداد الرياضي. زهير المترجي يصطاد ركلة الجزاء في آخر أنفاس المباراة، في آخر أنفاس المباراة، وبذلك ركلة جزاء يعلن عنها الحكم رضوان جيد لفائدة فريق الوداد الرياضي، وستكون فرصة مناسبة لتعديل النتيجة بالنسبة للفريق الأحمر. هنا إعادة اللقطة وقع في المحظور عبد الصمد بدوي. مباراة كانت تسير نحو النهاية، والحكم يعلن عن ركلة جزاء لفائدة فريق الوداد الرياضي. جاش من جانب كل مكونات الرجاء الرياضي. مترجي من الاسماء الاختصاصية اللي دائما ما يعني دخولها في مباريات الديربي سواء الجولة الثانية وكذلك في التشكيل الرسمي، يعني في المباريات الأخيرة يقدم أوراق اعتماده. بطاقة حمراء لمدير الكبير، بطاقة حمراء لمدير الكبير، وبطاقة حمراء كذلك لأحد عناصر الطاقم التقني لفريق الرجاء. مكونات الرجاء لا تصدق ما يحدث في هذه اللحظات. وركلة الجزاء ستلعب لفائدة فريق الوداد الرياضي في آخر أنفاس هذه المباراة، بعدما كان الرجاء متقدما في المقابل واحد. فرصة الآن للوداد من أجل تعديل النتيجة. إذن في انتظار تنفيذ ركلة الجزاء. المباراة لا زالت متوقفة. من سيتولى تنفيذ ركلة الجزاء؟ هل يكون الاختصاصي يحيى جبران أم يترك الفرصة لأيمن الحسوني؟ إذن فرصة لفريق الوداد لتعديل النتيجة. الآن حوار بين أيمن الحسوني وبين أنس زنيت. ردة فعل مشجعي فريق الوداد، التعادل. ينقذ الرجاء من هذه الوضعية. أيمن الحسوني أمام أنس زنيت. نصل الدقيقة رقم 102. أيمن الحسوني أمام أنس زنيت. من يتفوق على حساب من؟ أيمن من أجل التعديل وناس من أجل
ايقاف كرة المباراة لفريق الوداد الرياضي. ابن الحسوني، حسوني جول 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 التعادل يسجل أيمن الحسوني من نقطة الجزاء، وبذلك يمنح نقطة لفريق الوداد الرياضي بعدما كان يسير نحو خسارة نقاط الثلاث. الخروج بنقطة أفضل من الخسارة في هذه المباراة بالنسبة للوداد. الرجاء نقطة أمر طبيعي ستكون بطعم الخسارة. نتابع إعادة تنفيذ الكرة من جانب أيمن الحسوني على يمين مرمى الحارس السيتي الذي اختار الجهة اليسرى، لعبت بهذا الشكل ثم الهدف يأتي من جانب أيمن الحسوني. إذن النتيجة تغير في الجولة الثانية، هدفين مقابل هدفين. الجولة الأولى سجل فريق الرجاء، بعد ذلك في آخر انفاس عدل النتيجة فريق الوداد الرياضي. حدث نفس الشيء بالنسبة للشوط الثاني، بعدما كان الرجاء متقدم بهدفين يعدل الوداد الرياضي في آخر انفاس المباراة، والنتيجة هدفين مقابل هدفين مع سعادة وفرحة كبيرة لعناصر مكونات فريق الوداد الرياضي. إذن في انتظار استئناف اللاعب حصيلة 4 أهداف في ديربي كازابلانكا في قمة هذا الجولة 21 من الدوري الوطني الاحترافي. حصيلة 4 أهداف في هذه الأمسية الكروية الرمضانية. إذن استئناف اللاعب من طرف عناصر فريق الرجاء الرياضي. بعدها الحكم رضوان جيد قد ينهي تفاصيل المباراة. مروان دودي من الطرف الايمن، طويله اماميه لفائده فريق الرجاء الرياضي، فرصه والابعاد من جانب عناصر فريق الوداد. الرجاء يطالب بخطا، الحكم يقول ليس هناك اي شيء. نهايه المباراه بتعادل هدفين مقابل هدفين. الديربي ينتهي متعادلا بهذه الصور. ودعوكم القاكم في موعد مقبل عبر قناتكم القناه. في امان الله. شكرا للساده والسيدات، ودعوكم رمضان كريم وكل عام وانتم بالف خير. الى اللقاء.